رغم أني عمري ما حكيت في مواضيع كما باش نحكي فيها اليوم، لكن سبحان الله أحيانا ربي يسخرنا في طريق شخص باش نعاونه، ولما لا؟ حتى لو كانت الإعانة بالكلمة وإرسال هذه الكلمة للأشخاص اللي فعلا يجموا يعاونوا. الحكاية طفل مشى البحر، حب يعوم كي نداتو. الطفل هدية كانت معدلاته 16 فما فوق، يعني تلميذ ممتاز. اغطس في البحر للأسف، في الغطسة أو تنجيزة اللي قفزها في البحر كسر عظام رقبته. الطفل هذيا عنده عام في الفرش، ما يتحركش. أنا أستاذة، الأساتذة حاولوا يعاونوا إنهم يلموا له مبلغ، لأنه لقاو حل إنه لازم يسافر لتركيا في مصحة ويجري عمليات يجم يقف بها من جديد ويكمل قرايته ويكمل حياته ويكمل مستقبله. العملية مكلفة ما بين 70 و 80 مليون، وستجرى لمدة في مصحة لمدة 3 إلى 6 شهور، يعني مش عملية برك، حاجات أخرى باش تتعمل. الكل نحاولوا نلموا فلوس ليوسف. الطفل هذايا اسمه يوسف. أنا عمري ما حكيت في حاجات خاصة أو حكيت على حاجات كيما هكا، ولكن لأنه كما قلت من الأول الله سخرني لأبث هذه الرسالة لكل من يريد في العواشر هذه أنه يساعد يوسف في أنه يرجع لحياته، يرجع لقرايته، يرجع كيف أنداده، يمشي على ساقيه، يعاون بالمبلغ اللي يجمع عليه. رقم هاتف الأم تنحطه لكم، واللي يحب يتصل بيها. حتى ما تنجمش تعاون بالفلوس، عاون بالكلمة، عاون بتواجدك. حس بالآخر، يجي نهار وربي يرجع لك الخير اللي عملته. تأكد من الشيء هذا، لأنه كما تدين تدان. يجي نهار يتعاون الشخص هذايا اللي اسمه يوسف، أكيد ربي باش يعاونك أو باش يهز ابتلاءات ربما ستبتلى بها. وخاصة الناس المقيمين في تركيا يجب يعاونوا الطفل هذا أكثر عباد، لأنه هو العمليات ستجرى في مصحة في تركيا. اليوم لمينا قرابة 60 مليون. شكون يجب يكمل معنا؟ شكون حاسس روحه إنه ربي سخره إنه يقيم يوسف؟ إن شاء الله هي القدرة لله وحده باش يقيمه، ثم للأشخاص اللي سخرهم ربي باش يعاونوا إنه يقف ويبتسم ويرجع لحياته من جديد، يرجع يفرح.